السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم متابعين؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. طبعا رجعت لكم بفيديو جديد واللي هو وصفة بسكويت من 3 مكونات فقط. طبعا زي ما تشوفوا هنا عندي سكر مرحي، هنا عندي كوب زبدة، طبعا هنا دقيق حطيتها هيك إني محسبتش، بس حنحسب بالوحدة بتاعي. طبعا نصيحة مني تاخدوا زيها، في منها زوز طبعا كبار وصغار، فحتستخدموها بالملي أو يوضح عليكم. شوفوا الأرقام، طبعا فيها من 2 ل9 ملاعق، فيها يعني نص، فيها ربع، فيها كل شي. شفتوا معي؟ طبعا كويسة. طبعا للزينة حنستخدم بتاع الكريم الشانتيه، حنستخدمه من الزينة. خلاص بسم الله ونبدأ مع بعضنا. طبعا حندير مسابقة، حنحط الزبدة وحنحكي لكم المسابقة. طبعا انتوا بتقدروا تشكلوا بأي حاجة، بس أنا اخترتها هي. طبعا هي في معاها مجموعة حنوريها لكم بإذن الله. تقدروا تشكلوا بأي واحدة، بس أنا اخترتها هي. طبعا هي هذه مجموعتها. شتني هيك كيف حنستخدم بقى كيكات بإذن الله مع بعضنا. طبعا حنرجع نقول شنو نقول مسابقة. طبعا حندير مسابقة، تعلقوا لي متابعين لأي أكلة ليبية تبوها وأني حنجربها في الفيديو. طبعا شوفوا معاي، عبيتها كلها، شوفوا معاي وخرتها مش كلها نعباها. دارت دقيق طبعا للتصوير بروحي كلها. هنحطها بالتدريج، نحط الدقيق بالتدريج منها 2 بس. طبعا حنحركوها لين تتكور معانا بشكل عجينة، حنعجنوه تتكون معانا بشكل عجينة. نعجنوها كيسين باش تنعجن معانا الزبدة والسكر. طبعا السكر لازم يكون مرحي، مش سكر عادي، سكر مرحي، لأن حنعجنو البسكويت حيدير منا. طبعا وصفات سهلة وحلوة جدا. طبعا نقدروا تشربوا بيه القهوة في العشية أو الشاي. شوفوا معي كيف فيه. حركوه لازم زين. نزيدها دقيق ونرجع لكم. طبعا هيك بعد ما زدت في الدقيق نعجنوها طبعا لين تكون عندنا عجينة. شوفوا معي، تقدروا تزينوها بسكر مرحي، ديروا بشوكولاتة. طبعا في التزيين من فوق هذا نحكي لكم عليه. لازم نكوروها طول العجينة. طبعا هذه زدت منها واحدة عبية. سامحوني التصوير. طبعا زي ما قلت لكم أنا منكم إنكم تشوفوا قناتي. شوفوا حنكورها عجينة ونرجع لكم. طبعا شوفوا معي لازم نخلوها هيك متفترش منا لما نكركبوها. شوفوا معي لما نكركبوها نفتحوها هيك نطرحوها، لازم متتفترش، يعني لا هي يابسة ولا هي رطبة. نديرها نكورها ونرجع لكم. طبعا زي ما تشوفوا هيك كملتها. شوفوا معي حنخليها ترتاح 3 دقايق 4 ونرجع لكم. طبعا هيك بعد ما خليتها مدة 5 دقايق، ممكن كان صوتي ضعيف شوية، فحنكتب لكم حتى الطريقة في صندوق الوصف. زي ما قلت لكم حندير مسابقة، انتم تكتبوا لي اي اكلة ليبية انتم تحبوها وتبوا تعرفوا طريقتها، تكتبوها لي في التعليقات، وانا باذن الله حنجربها معاكم. او اي اكلة عربية يعني حنجربها معاكم. حينزل فيديو وحيكونوا فيه مسابقات هلبة زي هيك، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو يعني. وخلونا نبدأ مع بعض. طبعا حنكورهم ونرجع لكم. طبعا الطاجين مش لازم تدهنوه، لأن العجينة بتاعنا بروحها فيها زبدة، فيعني مش لازم ندهنوه. خلينا نكورهم ونرجع لكم. طبعا هيك بعد ما كورته، طبعا لازم السكر زي ما قلت لكم يكون
يكون السكر ناعم ناعم ناعم، يعني مش سكر فيه قاعد يكزل بسيلة، لازم ناعم. طبعا زي ما قلت لكم شاركوا في المسابقة، ونشوف يعني أكتر أكلة ليبية انتوا تبوا تعرفوها وتجربوها. شاركوا في التعليقات طبعا، وأي حد يجرب البسكوت يكتب لي في التعليقات جربناه. خنفضهم مع بعضنا بإيدنا هيك شوية، ننزلوش عليها شوية. معاي وصفة سهلة جدا جدا جدا، ما تاخدش منا وقت. شوفوا يعني حتى وقت ما تاخدش، مكوناتها ما فيهاش علبة. طبعا ممكن ديرلي طاجين موز، طبعا انتم لو عيلة كبيرة يعني ما شاء الله حتكون في عيلات كبيرة، فتقدروا تستخدموا حسب الكمية اللي انتم تبوها. طبعا أنا استخدمت الكوب هذا، كوب يعني متوسط الحجم، مش كبير مش صغير. تقدروا انتم تستخدموا أي كوب تاني تبوه حسب استخدام. طبعا طلعته من هنا، كنت حنزين بيه المتابعين، نختار أيام كنت حنزين بيه المتابعين. شوفوا معايا طريقة التزيين. طبعا انتوا كيف ما تبغوا تزينوهم. قلت لكم ما تنسوش التعليق، باش طبعا أكتر أكلة حتكون عليها تعليقات هي حنطيبها، هي حتكون محتواي الفيديو الجاي. هنشوف أكتر أكلة أحبهم متابعيني يعني كيو، شوفكم يعني. وبعدين حينزل فيديو، طبعا هو نزل فيديو شورت على المسابقة، بس ما فيش مشاهدات، طبعا مفيش حد شافها. فيعني تقدروا تمشوا تشوفوا تعرفوا شنو اللي بيصير في المسابقة، بس ننزلها لو طالبة باش ما يجيناش غليظ. شوفوا معاي. في أي حاجة انتوا تبوا تزينوها عادي مش مشكلة، تبوا تديروه أصابع بالماكينة الماء. في عندي ماكينة أكبر، طبعا أنا مقدرتش نديرها بيه لأن ماكينتي صغيرة، يعني ما صغيرة. تشوفوا معايا هي محلاها كيف شت بتاع الوردة، وردة زي متابعيني هادي. شوفوا معاي. طبعا سهل وسريع ب3 مكونات فقط مش أكتر، مياخدش وقت. شكلي كلها بنديرها وردات ونجوم. هذه وجبة اللي عطوها المتابعين، هنكملها ونرجع لكم. طبعا هيك بعد ما كملت وزينته، شوفوا معاي كيف التزيين جاي، كل واحدة زينة بروحها. طبعا ضفت عليه شوية من السكر مش الناعم العادي، السكر متاعنا، ودرت هنا عليه جنب بتاع الكاكاو. طبعا هي عادي كلها تبوا ديروا أبيض عادي، كلها تبوا ديروا نص نص كاكاو، نص كاكاو نص هيك عادي. طبعا شغلت الكوش على درجة 180، ودرتها ملوطة، لو تبوا من فوق ملوطة عادي، بس أنا درتها ملوطة. وحنحطها في الكوش ونرجع لكم. طبعا هيك جهزت طاجين تاني. ممكن نحط العجينة القهوية في الماكينات، حنجرب ونوريكم. طبعا حنستخدم هذه زي ما وريتها لكم بأول فيديو، أكبر فتحة فيهم. شوفوا معاي كيف شكلها، حنستخدمها في العجينة. نحط فيها العجينة ونرجع لكم. طبعا هيك حبيتها. بسم الله، هنشكلها ونرجع لكم، لأن أنا نصور بروحي فصعب إن أنا نشكلها ونصور. طبعا شوفوا معاي متابعين، نطلع من الكوش. شوفوا معاي ملوطة كيف، طبعا أنا شغلتها ملوطة بس. طب نولع عليه من فوق، نرجع لكم. طبعا حاولت إن أنا ندير قلب لمتابعيني،
ما جاش القلب كويس، ما عندكمش حد. طبعا الفكرة كانت فاشلة، ما تجربوهاش. حتى الكيس بتاع الواحد نفسه دار مني. طبعا نحاول نسوي لكم في القلب. الكيس بتاع الواحد نفسه طلبك مني، ممكن إنها صغيرة وممشيش فيها العجينة، فحنضطر نكوره بيدينا وخلاص. نصب عليه شوية سكر القلب، خليه يزيد حب لمتابعينا. وهذا حتى هو أساس قلب. بس حاولت ولا ما حاولت؟ حاولت. حنكوره وكل شي ونرجع لكم. طبعا ما نحكي لكم شريحة، حنفضوها مع بعض بعد ما كورته ولتلكم. محكيلكمش على ريحته. طبعا يجي مع قهوة عشية، مع شاي العشية، مع طاسة نسكافيه. يجي تضيف عليه غفلة ديريه، حتى وتضيف عندك تقدر تديريه ساهل بنت حلو. طبعا تقدر تغمسيه بالشوكولاتة، بس أنا مشريتش الشوكولاتة توا كهمزة. قلت علاش ما نمشيش نصور لمتابعيني، بس قلت اللي ندير فيه أنا ندير فيه، هما ما يندروش عليه، لازم نقولهم. طبعا شوفوا تقدروا تديروها سلهلان كيف ما تبوا. كبيرة اللي ألبس واحدة في النص فيها وردة، تستحق حتى الكلب وردة من النص. هاي من زيكم خذيت وردة. طبعا تقدروا تستخدموا الشوكة، خذيتها تقدروا تستخدموها. شوفوا معي كيف. أني طبعا أول ما درت استخدمت بالشوكة. شوفوا كيف تقدروا تستخدموا بالشوكة. طبعا في اللي ما عندهمش الماكينات هذوكا عادي، يعني مش ضروريات تستخدموا حتى بالشوكة. تقدروا تديروا بالشوكة. نشوف الواحد ونرجع لكم ونشوفوه مع بعضنا. تعالوا معي. شوفوا طبعا نقول لكم على الصلمة وعلى الريحة طبعا من فوق مازال شوية لين نمسوه نلقوه رطب. طبعا تبيه رطب زي نيني هلبة جاني، فهو مش حلو. حيكون رطب هلبة مش حلو. تزيدي كمية الدقيق شوية عادي، معلش. شفتوا كله بعيونكم أو ما شفتوش؟ شوفوا داخل الكوشة حامي شوية. شفتوا؟ طيب نوريكم من جايين. شفتوا كيف تطيب لونه من لطها. طبعا نرقيه ونرجع لكم. هيك بعد ما رقيت عليه آخر حد في الكوشة عندي، هنخليه يطيب بالوقت عليه، وبعد ما يطيب حنوريكم النتيجة. بس حبيت نوريكم طريقة. حطيت هنا زي ما تشوف شوية في سكر، هذا قبل ما نحطوه في الطاجين مفروضة، بس أنا نسيت حطيت سكر طول عليه. فهي شوفوا معي كيف تقدروا تغمسوه كله بالسكر. شوف علاش نصور غادي. شوفوا معي كله تقدروا تديروا كله بالسكر، مش مشكلة. يعني اللي ما يبيش يستحق يدير شوكولاتة شوية ونرجع. طبعا لازم خلف الكواليس الحوسة نضمها. طبعا حبيت أنا أحكي لكم على العصارة هذه اللي ما عندهاش منها ضروري ياخد منها. شوفوا صارت من شركة الصفا، طبعا تشتغل بالشحن، تقعد ممكن ساعات طويلة في الشحن عادي. الصارة الله يبارك. طبعا أنا حطيتها في الشحن توا، شريتها جديدة وحبيت ماني شريتها ونجربها. يجربوها متابعين زيني. طبعا شوفوا في منها لونين، لون أزرق ولون وردي، فاني للأسف طلع لي اللون هذا السماوي. طبعا جربوها واشروا منها، راهي عصارة كويسة مفيدة للشتاء. طبعا لما نضرب في الخلاط أو في العصارة التانية
تكون ممكن فيه مية شوية، بس هادي عصير 100. تنحي الليمة بأساسها تقسمها بين قشورها. بإذن الله لو تبوني نجرب فيديو كيف استخدامها عادي قولولي. طبعا هي مش ليمة بس مرسوم عليها، شوفوا معي، شوفوا شو مرسوم عليها. طبعا هم هنا دايرين برتقال بس هي مش البرتقال بس، كل شي استخداماتها. نضيع وقت انتظار شوية ويطيب بإذن الله. طبعا هذه النتيجة النهائية للبسكوتي. ممكن إن هي طلبت مني شوية من هنا عادي، بس لو تبوه يجيكم بسكوتي يعني كتلو دقيقة وأنا ما طيبتهاش زين، فشوفوا قرمشتها سوا معي. طبعا هيك لازم يكون بسكوتي. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك وجربوه، وأي حد يجربه يكتبلي في التعليقات جربته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.